مشويه وانا باكل حاجه مشويه عشان تحط لي باربيكيو صوص. السلام عليكم، اهلا بيكم مره تانية في عرض اليوم مفتوح. معكم محمد مجدي اي كي اي ذا فليكس كينج وانستجرام. انا كنت عايش في جده، وجده يعني بيك، والبيك يعني مسحب. اما جيت الرياض سالت الناس انتوا كنتوا بتاكلوا مسحب فين قبل كده، لان البيك قعد فتره طويله جدا ما فتحش في الرياض ومؤخرا فتح. فكل الناس اجمعت قالت هارفي. النهارده انا جبت البيك وهارفي والطازج. خلينا نشوف مين عمل احسن مسحب. يلا بينا. اول نوع معانا هيرفي. خلينا نشوف هيرفي بيحط ايه مع المسحب. انا ما جبتش وجبات، انا جبت كله مسحب، بس ده مش دعايه لاي محل فيهم، انا كل ده انا شاريه ومعايا الفاتوره. خلينا نشوف حاطط لنا ايه. صوص توم علبه واحده، ادي مسحب، كيسين كاتشب، ومناديل. انا فاكر ان انا قريت في الفاتوره مكتوب صوص جارليك بورشن 2 بورشن 2 اوز. انا ما اعرفش ده معناه هل دي ال 2 اوز ولا هما اتنين. مكتوب عليه انتاج 16 صالح ليوم 20، النهارده يوم 18، فده مصنوع من يومين. خلينا نجرب هيرفي او هارفي. طيب الكاتشب مكتوب عليه هيرفي، واضح ان هما تصنيعه او تغليفه، والمناديل عليها هيرفي فده براندنج. وعندنا ده صوص التوم، العلبه مش مكتوب عليها اي حاجه. خلينا نفتح ونشوف. دي دجاج مسحب سبايسي 10 قطع. مبدئيا في خبز مقسوم بالنص كده، خبز شكله مو اقوى شيء. وفي 10 قطع مسحب، في حتت لونها مظبوط، في حتت لونها غامق. خلينا نجرب مع التوم عامل ازاي. ده شكل القطعة. يبقى انا دايما مع التوم بحب احط الكاتشب على التوم. معرفش كل الناس بتاكل التوم كده ولا بتحط كاتشب على التوم ولا بتاكل التوم على طول. اكتب لي في الكومنتات انت بتاكل المسحب بالتوم. هرفي، بسم الله. دي شكلها من جوه لونها كلها احمر. خلينا نجرب مرة تانية. حاسه ميكس ما بين معجون دجاج ومسحب دجاج، يعني مش حاسس ان هو بيور قطع. خلينا كده نقشر واحدة ونشوف عاملة ازاي. هي الميكس ما بين الاتنين، يعني قطع دجاج ممزوجة مع معجون دجاج على ما اعتقد، والله اعلم. ده اللي انا حاسه. التوم حلو بس خفيف، ودرجة السبايسي تعتبر ضعيفة جدا، يعني لسعة بسيطة، ما يعتبرش حراق بمعنى حراق. نيجي للطازج، نشوف الطازج حاطط معانا ايه. ده المرة دي مش توم، حاطط باربيكيو صوص، وانا باكل حاجة مشوية عشان تحط لي باربيكيو صوص. واتنين كاتشب، مكتوب عليهم الطازج. اوكي. هي العلبة شكلها حلو قوي الصراحة، مصروف عليها يعني. مكتوب عليها ناجتس او هوت دوج. فهي علبة بتمشي الاتنين. ده شكله ناجتس مش مسحب، بس خلينا نشوف طعمه عامل ازاي. المش يعني كل قطعة بشكل، يعني دي شكل دي شكل تاني خالص. ايه ده؟ دي بطة وحاطط معاها بطاطس. خلينا ندوق لوحده الاول عامل ازاي. ده ما عندوش منه سبايسي خالص. حلوة بس طعم الزيت باين فيها مرة. خلينا ندوها مع الباربيكيو. انا اول مره اشوف صوص باربيكيو صايص يعني زي الميه. ما علينا، طعم هو اللي يحكم. بس ليه تديني باربيكيو مع الناجتس او المسحب؟ ما يمشوش. الباربيكيو ده عايز حاجه مشويه. بسم الله. هي ما قالتش لا مش بطاله مع الباربيكيو، بس حاسه مع توم هتبقى احلى. طب خلينا نجربها مع التوم بتاع هارفي كده. ده التوم بتاع هارفي. مع التوم بتاعت هارفي بقت شبيهه لهارفي، بس فرق دي مش سبايسي والتانية سبايسي يعني دي معجون في قطع دجاج رفيعه جوه كده، مش كلها معجون، بس قريبه جدا من بتاعت هارفي. نروح لاخر واحد معانا اللي هو البيك. طيب جينا للي غني على التعريف، البيك. بيدي خبز مغلف. الخبز انتاج يوم 18، انتاج النهارده صالح ليوم 24، فده فريش بتاع النهارده. واحد توم، واحد صلصة مسحب،
واحد كاتشب، واحد منديل معقم. ودي الفاتورة، وده المسحب الحراري. اوكي، دي قطعة مسحب البيك. لما تشوفها في النور كده تحس ان هو ايه، الفروستنج ده فاضي، فيه يعني باينة، يعني ده فاضي صح؟ فاضي طيب خلينا ندوق. بسم الله. الاول خلينا نقارنها بحجم بتاعة هارفي. دي بتاعة هارفي ودي بتاعة البيك. غالبا البيك اكبر شويه، بس الفاضيه خلينا نشوف واحده ثانيه. طيب يمكن دي كده جلد. اوكي دي مليانه الى حد لا، فاضيه من جناب شويه، بس ستيل اكبر من هارفي. خلينا نجرب البيك لوحده من غير توم. توم البيك مع كاتشب. كومباينيشن عالمي. انا يمكن اخر مره اكلت البيك من حوالي 4 شهور، فده الكاتشب مع التوم مع المسحب من الاخر. يعني سلطه المسحب انا ما احبهاش قوي. خلينا نقشر واحده زي ما عملنا فارفي ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. روستنج اللي من بره كتير، بس دي قطع دجاج. دي باين جدا ان هي قطع دجاج بتتفصص من بعضيها يعني. طيب خلاصة التجربة، لو انت البيك جنبك يبقى لازم تروح للبيك تاخد ناجتس، لو هو قريب منك او برامج التوصيل بتوصل لك، لان زي ما انتوا عارفين في برامج توصيل لو المطعم بعيد قوي ما تجيش للمنطقه بتاعتك. فالبيك اوبشن رهيب لو انت معدي، او هو برنامج التوصيل بتاعك ده افضل مسحب ممكن تاكله من وجهه نظري شخصيه، بحكم ان انا متعود عليه من زمان. فممكن دي تكون انفير، بس انا حاولت اجنب الموضوع ده بره التقييم بتاعي. فالبيك اديله 9 من 10. نروح لهارفي. بالنسبه لي هو تاني افضل واحد، منتشر في الرياض، ليه فروع كتيره جدا، المساحه بتاعه حلو يعني قريب جدا من البيك، اديله 8 من 10. الاسعار انتوا هتشوفوها وتحكموا انهي واحد افضل سعر بالنسبه لكم. بالنسبه للطازج طعمه حلو، بس هو ناجتس مش مسحب، في قطع دجاج يعني مش كله دجاج مفروم، مش عجينه دجاج يعني، فطعمه الى حد ما كويس. بس هو محتاج يغير موضوع صوص الباربيكيو الصايص اللي عنده ده، محتاج يا اما يحط صوص توم او يظبط صوص الباربيكيو بس. وبس والله، دي كانت تجربتنا النهارده قبل رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعوضوا علينا وعليكم ان شاء الله. حلقات رمضان هتبقى مختلفه السنه دي. السنه اللي فاتت عملت حلقات الاسر المنتجه، انا طبعا لسه جديد في الرياض فما اعرفش اسر منتجه، فهنشوف هنعمل ايه في رمضان. تابعونا في رمضان، ولو عجبتكم الحلقه دي متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وانشر الفيديو لكل اصحابك على السوشيال ميديا. واشوفكم المره الجايه مع تجربه جديده وعرض اليوم مفتوح. بيس بو.